طيب في سؤال تاني بيقول لو انا حد عندي البي ام اي بتاعه تمام لكن على الانبادي نسبه الدهون عاليه ونسبه العضلات قليله، فازاي اتعامل مع الحالات دي؟ احنا بنقول ان ابسط حاجه ان انت دلوقتي انت عندك 2 تارجت، لا اما زياده العضلات لا اما تقليل الدهون. فبالتالي انت ممكن تبدا تشتغل كتارجت مبدئي تقليل الدهون، ثم بعد كده تارجت التاني هيبقى زياده العضلات. لكن زي ما احنا اتفقنا قصه ان احنا نزود عضلات ونقلل دهون في نفس الوقت هتبقى مش مجديه قوي، او هتبقى بنسب بتاعه التغير في الوزن هتبقى ضعيفه. تمام. فبالتالي لو احنا عندنا حاله زي كده هنبدا نعمل تمرينات. التمرينات عندنا لو احنا اتكلمنا عنها هتبقى تطول فيها الكلام، بس بشكل بسيط احنا التمرينات اهم نوعين من انواع التمرينات. في تمرينات اسمها تمرينات المقاومه، وتمرينات اسمها الكارديو او التمرينات الهوائيه والايروبكس. طيب ده باختصار الانواع. هو في انواع كتيره طبعا واشكال كتيره، بس احنا عايزين نختصر الفكره عشان الموضوع يوصل لحضراتكم بشكل بسيط. فبالتالي انا محتاج العب انواع التمرين عشان اقوي الكتله العضليه العب تمرين المقاومه، وعشان اقلل الدهون محتاج الكارديو والايروبكس. فبالتالي انا محتاج على الاقل في الاسبوع العب تمارين الايروبكس والكارديو حوالي 150 دقيقة في الأسبوع. يعني احنا لو قسمناها ممكن نقول 5 أيام لمدة نص ساعة تمارين كارديو، وممكن نلعب 3 أيام لمدة أقل حاجة من ربع لتلت ساعة تمارين مقاومة. ده عشان أحسن الكتلة العضلية وفي نفس الوقت أحسن الحرق في الجسم، وفي نفس الوقت ألعب الكارديو عشان أزود عملية حرق الدهون وأزود التخسيس اللي أنا عايز أوصله. فبالتالي ده باختصار شكل التمرين اللي أنا هلعبها. طيب عملية اختيار، هبدأ أحسب الكالوريز بقى بتاعة الشخص اللي قدامي، بعد كده ابدا اقلل عنها بشكل تدريجي بما لا يتنافى مع التمرين الرياضي. يعني انا مش عايز اقلله كالوريز قوي وفي نفس الوقت هيبدا يحصل له مشاكل في الاصابات او يحصل له تعب وارهاق اثناء الاداء الرياضي بتاعه. فبكل اختصار هيلعب كارديو، هيلعب تمارين حديد خفيفه، هيبدا يعمل دايت مناسب لنوع الرياضه اللي هو بيلعب.